مساء الخير لكم مشاهدينا عبر LBC من كازينو لبنان ضمن فعاليات مهرجان الزمن الجميل ومؤسسه دكتور هراتش. شخصيات بارزة من أهل الفن من مصر، لبنان وسوريا رح يزينوا السجادة الحمراء وسهرتنا لليلة. رح نبقى معكم خطوة خطوة، وأكيد من لبنان، من بيروت عاصمة الفن. المطربة ماري سليمان، مساء الخير. أهلا فيك، مساء النور. نحن اشتقنا لك كتير. شو بدي خبرك لخبرك، على تويتر على طول بتنذكري، على طول على تويتر بينسأل عنك، على طول الغائبة الحاضرة معنا دايما بهالصوت الرائع. شكرك كتير، ميرسي. حضرتك من المكرمات الليلة، شو بيعني لك هيدا التكريم؟ بيعني لي محطة مهمة كتير بحياتي الفنية، ولو كانت مش كتير طويلة نسبة لغيري أكيد، بس العبرة بالمضمون مش بالزمن. وطبعا هذا شيء طمني إنه الفن بلبنان الحمد لله، وثقافة لبنان وحضارة لبنان رح تكون بألف خير طالما في أشخاص عم تهتم فيها بهالشكل. نحن منحبك كتير. انت هلا قلت انه منا فترة طويلة، بس انت علمت كتير بقلوب الشعب اللبناني والعرب. عن جد بشكركم، هذا الشيء بأثر فيه كتير، ويعني بالفعل بقدر ما أنا مشتاقة لكم أنتم مشتاقين لي، يعني هذا الشيء أنا كتير يعني بخليني قلبي كتير يكون كبير بالفعل. نحن بنحبك كتير، أهلا وسهلا فيك وشكرا لوجودك. مساء الخير أستاذ حسام تحسين بك. مساء النور، يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك من الغالية سوريا إلى لبنان. أنت مكرم الليلة، شو بيعني لك هيدا التكريم، وشو بتحب تقول للشعب اللبناني اللي عم يحضرك عبر LBC واللي بحبك كتير؟ أولا شكرا لاستضافتنا بلبنان. تاني شيء، هذا التكريم مو بس بيعني لي، هذا بيعني لكل فنان. هذا هو الدينامو يلي بيخلي الفنان يستمر. هذا التكريم بقدر أقول أنا يعني هو الوسام يلي بينور سنين الطريق اللي أنا ماشي فيهم، أو حتى السنين الماضية اللي قطعتها بالمجال الفني. فشكرا لكم، وشكرا للدكتور هرات، لأنه أنا شفت فيه هذا الإنسان صاحب القلب الطفولي الطيب المحب للفن والفنانين. أنا شفت منه شيء عجيب، يعني باذل جهود شخصية. صحيح هو حوله ناس عم تساعده، بس هاي المبادرة منه شخصيا وأذهلتني، يعني لأنه عامل شيء كتير مهم وبجهود مثل ما بيقولوا فردية. شكرا كتير لوجودك الليلة، يعطيك ألف عافية، وتحياتنا لك من القلب، من قلب لبنان إلى قلب الشام. شكرا كتير لوجودك. شكرا. القديرة سميرة عبد العزيز، أهلا وسهلا فيك. أهلا بيكي، أهلا وسهلا. من مصر، من أم الدنيا لبيروت. بيروت جميلة جدا جدا جدا، أنا ماشية أتغزل فيها، والمباني فيها غريبة على الجبال كده، والجبال عليها شجر، شيء رائع. بلد جميلة، إن شاء الله حاجيها سياحة بقى إن شاء الله يا رب. خبرينا عن تكريمك اليوم، شو بتحبي تقولي لكل الجمهور اللبناني اللي بحبك كتير، وصدقيني نحن منتابع ومنتابعك إلك بالأخص كتير، شو بتحبي تقول؟ بشكرهم على تقديرهم للزمن الفن الجميل، لأننا فعلا دلوقتي محتاجين لده. يعني لما بنشوف حاجة قديمة ونشوف الممثلين القدام وقد إيه كانوا بيقدموا حاجات محترمة مفيدة للمجتمع، وأشوف اللي بيتعمل دلوقتي أقول إيه، فين الزمن ده؟ فأنا منه، يعني أنا اشتغلت مع يوسف وهبي وأنا صغيرة، أول مرة في حياتي يعني كانت مع يوسف وهبي وأنا في الجامعة. فكان راجل بيحترم جدا المسرح، وعامل كل همه وحياته في إن يقدم مسرح جميل. فأنا سعيدة إن أنتوا بتحتفلوا بزمن الفن الجميل، بشكركم،
لبنان، بشكر لبنان، بشكر دكتور هيراتش إن هو عمل حفلة للزمن الجميل عشان نفكر شبابنا ونوريهم إن في زمن جميل اعملوا زيه. الله راد بقوة الله. نحن بنتشكرك كتير، شكرا كتير لوجودك معنا، أنت بتستاهلك الخير. أشكرك جدا. قدير خالد السيد، أنا كتير مبسوطة إنك هون معنا الليلة، إنك من المكرمين. خبرنا عن التكريم اليوم، قد ايه مبسوط بهالتكريم، قد ايه مبسوط بلبنان، قد ايه مبسوط بهالوجوه اللي عم بتشوفها الكلها مبتسمة. يعني ما فيك تتصوري الفرحة الكبيرة اللي بداخلي إنه في حدا عم يهتم بهالفنانين من لبنان والعالم العربي، وعم يخلق فرحة جميلة بين الناس رغم اللي صاير بالبلد. بس بالنهاية الناس بدها تفش خلقها تفرح، بدها تشوف شيء يبسطها، ما بدها تضلها تشوف مقاسي وأخبار وهي. ففرحتي لا توصف صراحة يعني. وبالنسبة لتكريمي يعني الحمد لله إنه بالآخر إجا مين قدر وكرم الدكتور هيراتش يعني. طبعا احنا بدنا نحييه، والشعب اللبناني والجمهور اللبناني بكرمك على طول وبحبك كتير، والمشاهدين عبر LBCI بحبوك كتير. عندك يعني جمهور عريض بتابعك على طول. بعمره أنا الجمهور اللبناني والشعب اللبناني ما خذلني. هيدي نعمة من رب العالمين إنه الكل بحبني رغم أدواري الشريرة. شكرا كتير لك، أهلا وسهلا. وشكرا للLBC. مادلين طبر، أهلا وسهلا فيكي ببلدي. أنا بدي رحب فيكي، أهلا وسهلا فيكي ببلدك. شو هالجمال هيدا كله؟ خبرينا. شرب الزوي حب يحط سيجنتشر عالمي لحدث ما كنت متوقعة إنه يكون عالمي، لأنه فعلا التنظيم واختيار النجوم واختيار كل الستبس اللي نحن عم نشوفها، ما شاء الله رجل بحجم مؤسسي دكتور هيراتش سغبزريان. شو بيعني لك الحفل اليوم؟ قد ايه مبسوطة فيه؟ قد ايه مبسوطة خاصة إنه بلبنان؟ أول ما سألته قلت له يعني نحن كتير موجوعين، نحن عنا فيكي تاخدي كل شيء في وجع بالعالم وتحطيه بهالبلد يعني، فشو عم تعمل؟ ليه بدك تعمل مهرجان مش وقته؟ قال لي لأنه هيك مادلين لازم يكون وقته. كتير حبيت الجملة، طالما في رجال بيؤمنوا بأنه البلد حيقوم ورح يرجع، رح يضل في عنا أمل، لأني كنت أن أحبط لدرجة أني ما عاد صدق أنه في شيء حلو. جمالك مضوى الليلة، شكرا لوجودك معنا. تانيا أستيس، مساء الخير. مساء النور. منورة. شكرا، مش قدك. عيونك. تانيا اليوم عندك هيك بصمة خاصة بسهرة الليلة من الزمن الجميل. أول شيء في عنا النشيد الوطني رح نسمعه بصوتك، وفي أحلى من صوتك نسمعه فيه، وأغنية درب المجد. خبرينا عنها. أغنية درب المجد هي بتحكي عن فخرنا نكون لبنانية، هالعنفوان اللي عنا اياه وهالامل اللي عنا اياه لبكره افضل. هي من كلمات الشاعر نزار فرانسيس والحان وتوزيع ميشيل فاضل. اغنيه بحبها كثير، هي دبكه، كتبوا لي اياها هيك نعطي شويه فرح للناس وشويه امل. نحن بنتمنى لك كل التوفيق تانيا، بنحبك كثير، انت مثل ما بيقولوا من اهل البيت، فكل التوفيق لك ونحن فخورين فيك. شكرا كثير لوجودك. شرف لإلي اني اكون بهالمهرجان، خاصه بوجود كل هالفنانين الكبار. Thank you so much. Enjoy it. Thank you. نجمتنا، حبيبة قلبنا، يعني ممكن اللبنانية يختلفوا على كثير اشياء وينتفوا بعضهم على تويتر، بس بيتفقوا على محبتك كلهم. الحمد لله. لا مش كلهم، بس الحمد لله اغلبيتهم ايه. اغلبيتهم الصح. وفي شيء غلط ايه؟ الا ما في مجال يعني، الا ما يطلع حدا ما في مجال للكراهيه، لانه بحياتي مش اذي نمله، بس الغير شوي او اللي بيعلمني خير شوي او بيعمل حركات شوي وكذا. ما منعدهم هول. بيقطعوا ما منعدهم. اكيد ما شو بيعني لك هيدا التكريم الليله؟ نحن كثير مبسوطين فيكي ومبسوطين بنجاحاتك، نجاح تلو النجاح. صار وقتها وصار بدها.
ليكي كارين، أنا لليوم بهيدا التكريم 75 تكريم بحياتي، بس كله جامعات ومدارس وهيك. مرة واحدة تكرمت بمهرجان بتونس، كان ضل عزيز بقلبي إنه أنا ما تكرمت ولا بمهرجان بلبنان ببلدي. اليوم أنا كتير سعيدة إنه هيدا التكريم عن 55 سنة بقلب بلدي، وتكريم يعني بمهرجان اسمه بدل على العراقة والتراث والمحبة والذكريات الحلوة اللي هو مهرجان زمن الجميل. وانت جميلة قلبا وقالبا. نحن بنتمنى لك كل خير ومنحبك كتير حبيبي. ثانك يو، ألف مبروك. النجمة الكبيرة الرائعة الكبيرة قامة الرائعة الجميلة صفية العمري، أهلا وسهلا فيكي بلبنان. كتير قوي ده يعني، شكرا والله شكرا. مش كتير أبدا، أنت ما بتعرفي قديش اللبنانية بحبوك، قديش بيتابعوك، قديش أنت بالنسبة لهم أيقونة بالتمثيل. شو بيعني لك المهرجان اليوم؟ شو بيعني لك هالتكريم وجودك بيناتنا؟ بيعني لي حاجات كتيرة جدا، بيعني لي فرحة داخلية إنه أجي وأشوف لبنان، تبتدي الفرحة بقى، تبتدي الابتسامة على وجوه الشعب اللبناني اللي أنا بحبه وبعشقه. فبتعني لي كلمة شكر بتتقال للفنان، إنه بعد مسيرته دي كلها وتعبه كله بيتقال له في النهاية شكرا. التكريم بيعني لي كلمة شكر. نحن بنقول لك شكرا، شكرا لوجودك بيناتنا، شكرا لحضورك، شكرا لرقيك الدائم، شكرا لجمالك الرائع، شكرا. نجمتنا، بتعرفي بنقول لك نجمتنا لانه نحن بلبنان بنعتبرك منا وفينا. نادين خوري، اهلا وسهلا فيكي. اهلا فيكي، اهلا وسهلا فيكم جميعا. نحن بنحبك كثير، الشعب اللبناني بحبك كثير، بتابع لك كل مسلسلاتك، نجاحاتك، الاعمال اللي عم تقومي فيها. خبرينا شو بيعني لك التكريم الليله. اكيد بيعني لي كثير. اي تكريم بحياه الفنان هو كلمه شكر، والشكر بيتمناها الفنان يعني بعد جهد طويل، بيتمنى أنه يحصل على كلمة شكر، والتكريم هو كلمة شكر. وتكرمت بمحبة الجمهور اللبناني، تكرمت لما شاركت بأعمال كتيرة. يعني شو بدي أقول لك، بالتسعينات كنت أنا شاركت مع المخرج الراحل أنطون ريمي، وشاركت كتير أعمال هون. كمان يعني بمسلسل ما في مع المخرجة رشا شربجي مع شركة الصباح. شاركت كتير بأعمال هون بلبنان، وبعتبر أنه كل زملائي وزميلاتي بلبنان هن فخر إلي، لأنه أبداً ما كان يحسسوني أنه أنا ضيفة، حس أنه أنا فعلاً أنا يعني بلدي وأهلي وناسي يعني هون. فكنت كتير أحس أنه بسعادة غامرة الحقيقة. انت بين بلدك واهلك وناسك وبقلوبنا دايما. شكرا لوجودك والف مبروك. مساء الخير جورجيت صاير. يسعد مساكي يا رب. يا حبيبة قلبي وقلب اللبنانية كلهم، بلبنان بالانتشار وين ما كان. تسلمي يا حبيبة قلبي، هيدا من ذوقك، من ذوق الناس كلها هالقد بقول. نحن بنحبك كثير، اول شيء بدنا نقول لك، وانت عطول بالقلب وبالبال وبالروح. صحيح يمكن الشعب اللبناني هلا ملتهي باللي عم بيصير معه، بس انت عطول بالفكر وانت عطول بالقلب. انت من المكرمات الليله، شو بتحب تقولي؟ بدي اشكر الدكتور هراتشي كثير 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 على كل شيء، على هذا الانسان انه مش بس طبيب، هو انسان قبل ما يكون طبيب. اللي عم يعمله قلت لك مش طبيعي، وقليل شو ما حكيت عنه رح يكون قليل. يعني الله يكتر من امثاله، بس قليل صعب يلاقي مثل الدكتور هراتشي. من الشعب اللبناني كله ألف تحية، من مشاهدي LBCI ألف تحية. شكرا كتير لوجودك معنا. فيني أقرب بوسك؟ نجمنا العربي، حبيب قلبنا وحبيب قلب اللبنانيين. انتوا اللي حبايب قلبي، وحياة ربنا من قلبي بجد. انتوا عارفين انا بحبكم قد ايه، يعني عشرة عمري هنا في لبنان، والشعب اللبناني بجد
يعني انا زي ما كنت لسه بقول من شويه، مفيش مكان كان بيتعمل فيه حفلات في لبنان الا وغنيت فيه، مفيش بلد بيتعمل فيها حفلات الا وغنيت لها. فيا رب لبنان يرجع احلى واجمل مكان، لانه انا حبي للبنان واللبنانيين حب كبير جدا جدا جدا، والحب متبادل بين الشعب اللبناني والشعب المصري، بين الفنانين اللبنانيين والفنانين المصريين. نحن عنا ذكريات كثيرة مع الشعب المصري ومع الفن المصري بالتحديد، لأنه كان يدخل على كل بيت وبعده بيدخل. نحن ربينا على المسلسلات وعلى الأغاني المصرية. تكريمك بلبنان الليلة شو بيعني لك؟ بيعني لي كتير جدا، سعادة كبيرة بهذا التكريم، لأنه على أرض لبنان الحبيبة، لأنه من مهرجان عظيم وكبير زي مهرجان الزمن الجميل، ولأنه من صديق عزيز وقريب لقلبي جدا وبحبه جدا وبحترمه جدا، دكتور هيراتش. يعني الجايزة مش قادر أقول لك قد إيه مفرحاني وبتسعدني، بعتبرها وسام على صدري. ونحن وجودك بيفرحنا وبيسعدنا. صوت رائع وجميل وحنون ومهذب وراقي بكل ما للكلمة من معنى. شكرا لوجودك، يعطيك ألف عافية. بشكر حضرتك جدا جدا، ونورتونا وأسعدتونا بوجودكم معنا. أهلا وسهلا فيك. المايسترو محي الدين الغالي، يا حبيب القلب والروح، وأنا إلي معك بالذات ذكريات خاصة كتير ببرامج عديدة قدمتها. أنت كنت معنا موجود إضافة على طول. أنت ذكرى وحنين لزمن رائع بلبنان وللموسيقيين القديرين مثل أفضالك. لعبت وراء أهم نجوم الوطن العربي. حضرتك من المكرمين الليلة، خبرنا شو بيعني لك هالتكريم؟ شوفي، أول شيء ستنا التكريم هو عبارة عن رمز بيبقى على مدى الحياة، وبيخلي المكرم بيعطيه اندفاع للعطاء أكتر. هلا أنا عم حس إنه في علي مسؤولية كبيرة، وعم بشعر إنه أنا اللي زرعته من زمان هلا عم بحصده، وهيدا التكريم صورة خاصة بيعني لي كتير، لأنه الدكتور صراحة الدكتور عم يعمل اشياء كتير مهمة، كتير عم يعود على الناس، ما حنقول مين ما حنذكر، عم يعود وعم يعمل تكريمات مجهود شخصي، يعني عرفتي كيف؟ فهذا يعني يشكر، يعني أنا بشكر كتير عليه هذا. أنت تاريخ بالفن بلبنان، من أهم الموسيقيين اللي مرقوا بالعصر الحديث. شكرا كتير لوجودك معنا. تحية كل مشاهدي LBCI لك، ويعطيك ألف عافية. مساء الخير واهلا وسهلا فيكي ست فادية عبد الغني من مصر للبنان. يا حبيبتي اهلا بيكي واهلا بشعب لبنان كله، الشعب الكريم الجميل، اهلا بيكم. شو بيعني لك التكريم بلبنان ببيروت بالعاصمه من دكتور هيراتش بهالظروف الصعبه اللي عم يمرق فيها وكل وطننا العربي؟ بيعني لي الكثير الحقيقه، لانه انا يمكن اول مره اتكرم في لبنان. انا جيت لبنان كذا مرة، لكن وكان ليا تكريم مع نور الشريف رحمة الله عليه، ومع كانت غادة عبد الرازق، كنا بعد مسلسل الحج متولي. التكريم النهاردة بيعني لي الكثير، لأنه تكريم من دكتور أنا بحبه قوي، دكتور جميل، دكتور هيراتش. الحقيقة الراجل ده قد كده، يعني بحس ان هو شايل مسؤوليه الجمال على كتافه، وشايل كمان مسؤوليه الاخلاق الحلوه والرقي والاحترام والتقدير. اهتمامه كمان بانه يكرم كل من هو له قيمه فنيه، ده بيدل على ذوقه العالي. نحن بدنا نقول لك من عبر شاشة LBCI ومشاهدينا LBCI انه كل الشعب اللبناني بحبك كثير، تابع لك كل مسلسلاتك خاصة خلال شهر رمضان الفضيل، وشكرا كثير لوجودك، ونتمنى لك أمسية رائعة.
يوسف فخري مساء الخير. مساء النور. أنت شخصية مطبوعة بالذاكرة اللبنانية، وبدي أقول لك شغلة بعد أنا عطول بقولها، أنه أنت قدمت شخصية قبل ب30 و40 ومدري كم سنة من اللي قدموا شخصيات بعدين واعتبروهم أنه عملوا شخصيات كالسور جيران بيخرجوا من الصف. نحن كتير منحبك ومنقدرك، والشعب اللبناني كتير بحبك، وأنا ما بدي كبرك، أنا كمان كبيرة بس من أنا وهالقد بتابعك. خبرنا اليوم أنت مكرم، خبرنا قد ايه مبسوط بهالتكريم، شو بيعني لك هالتكريم، ولبنان كيف بتشوفه هلا؟ شوف التكريم كتير حلو بخريف العمر. قد ايه حلو انسان ينتقل من عالم الاحياء الى العالم المجهول وهو مبتسم مبسوط يعني. فهالابتسامات الحلوه هاي اللي خلقها الدكتور هراتش، اللي بيحاول انه يفتش بهالمتاحف القديمه على كام تحفه وبيجي بنور عليهم كانه بعثهم من جديد. البعث هون بالثاء مش بالصاد. هاي البعث من اجمل روايات ليو تولستوي. نحن بدنا نتشكرك كثير لكل عطاءاتك، ويعطيك طول العمر يا رب، وكل مشاهدي LBC بيوجهوا لك تحيه كبيره. مساء الخير مايا. بونسوار. بونسوار يا قمر يا حبيبتي. الابيض منور، عيونك منورين، كلك منور. LBC مساء الخير للجميع. نحن اشتقنا لك عن جد، واشتقنا لصوتك واشتقنا لوجودك، واكثر شيء اشتقنا بتعرفي لشو؟ للايام اللي كنت تغني فيها. كانت ايام حلوه، زمن الجميل، وزرعت اغاني حلوه ولا زالت لليوم عم تتغنى. هيدا شيء من حظ الحلو، هيدا شيء حلو. حضرتك من المكرمات الليله، خبرينا قد ايه مبسوطه بهيدا التكريم، قد ايه بيضف لك لإلك، قد ايه هذا الشيء بيفرح الشخص؟ بيفرح وبس. أنا تفاجأت كتير إنه اللجنة الكريمة اتفقوا إنه يصوتوا لي إنه أنا أكون من بين المكرمين، وهذا شيء كتير فاجأني وغصيت صراحة، وحسيت إنه الدنيا بخير، إنه انعطى شوي من حقي، إنه لأنه أنا صحيح غايبة بس إنه بعد الأغاني عندي إلى أصدقائها وعم تتغنى من الكل وهيك، وفخر وسعادة كبار إنه ذكرت. يعني أنا بشكرهم كتير، وخصوصا الدكتور هراتش، وعن جديد بشكر كتير LBC. بدي لك شغله ما كان لازم تنصدمي ابدا، لانه هيدا اقل واجب بنعمله معك مايا. اول شيء انت بعدك بتجنني، بعدك منوره وصوتك منور، ونحن كتير بنحبك. مؤلف الغناء توني أبي كرم مساء الخير. مساء الخير، اسم الله عليك، منورة. كلك ذوق. أنا كتير مبسوطة، بتعرف شي في قاسم مشترك بين كل ضيوفنا الليلة، هالضحكة اللي عوشكن اللي صرنا زمان ما شفناه. طبعا الحمد لله، لبنان هو مصدر للضحك، للضحكات الحلوة يلي بتروح لقلوب العالم كلها، ونحن بس يكون عنا فرصة بتلاقينا كلنا سوا بهيدا الجو، يعني الحمد لله. شو بيعني لك المهرجان الليلة، وجودك فيه، وجود هالفنانين العظماء الكبار اللي موجودين بيناتنا؟ نحن هيدي 5 سنة بنعمل المهرجان، والسنة كانت غنية، وبعد عنا صار ريزيرف لسنة اللي بعدها، لأنه وقفنا سنتين بسبب اللي صار هيدا، والسنة في وجوه كتير جميلة وحلوة ورائعة وتاركة بصمة، والليلة راح يشوفوا المشاهدين شيء كتير حلو. مساء الخير إليسا. مساء النور. شو هاللون اللي قلوب عن بعضها انا وياك؟ ابدا، انا عرفت انك بدك تلبسي او تلبسي مثلي. حبيبه قلبي. اللي صار انت المغنيه طبعا غنيه زمن النشيد زمن الجميل، خبرينا عن هالنشيد اكثر، وخبرينا عن مشاركتك ضمن الزمن الجميل، وقديش لبنان اللي صار بحاجه لهيك فرح. اكيد. رح بلش من مطرح انه انا باللجنه، كان لي شرف انه دكتور هراتش يضمني على هاللجنه العريقه. طبعا لبنان كتير بحاجة لكل شيء حلو، لازم نوقف حده مثل ما هو، يعني لازم نعطيه مش بس ناخد منه.
النشيد رائع طبعا، يعني كلمات توني أبي كرم، محفوظ الألقاب، ألحان إحسان منذر وتوزيعه. وانا كان ومعي كمان طبعا ديو كان الاستاذ جورج وديع الصافي. فكانت غنية صدقيني بعدني لهلا بقول مش لانه انا غنيتها، من اجمل الاغاني اللي بتحكي فعلا عن الزمن الجميل. يعطيك الف عافيه و ثانك يو سو ماتش. ميرسي قلبي سي. انت اصغر واحد باللجنه؟ عمرا بالعمر اصغر واحد. صح. خبرنا بشو مرقت اللجنه بصعوبات هيدي السنه؟ كيف تحديتوا هالصعوبات؟ كيف تم الاختيار بس بسرعه كثير؟ وشو ناطريننا بالحفل؟ دائما بس كنت اتعرض لاي شيء ما اعرفه صراحه كنت الجا لماتيلدا فرجيلا لانه عندها خبره كثير كبيره، وللاساتذه اللي موجودين كمان، لانه انا مثل ما عم تقولي انه عمري صغير، في اساتذه ما بعرفهم كان بالاخراج، إن كان عملت ريسيرش عنهم، عرفت عنهم اكثر، على هذا الاساس صرنا نختار الاسماء. نحن بدنا نتمنى لك كل خير، يعطيكم الف عافيه عن جد رجا، وان شاء الله تستمتع بالحفله. انا بدي لك ثانك يو لك ودي بوسك. مساء الخير الفنانة والممثلة والنجمة بدنا تحديب. حبيبتي كرونا، أنا كتير مبسوطة فيك اليوم. وأنا مبسوطة فيكم لأنكم منورين ومنورين هالمهرجان الزمن الجميل وهالفرح على وجوهكم. خبرين قلبي، أنا كتير اليوم مبسوطة. أول شيء إني باللجنة وإنه عملنا شغل حلو، وإنه هيدا المهرجان مهرجان حب ومهرجان تقدير للناس الحلوين اللي وعينا عليهم، للناس اللي قدرناهم، للناس اللي حبينا التمثيل والفن من خلالهم. ففي أحلى من إنه نكون بهيدي الجامعة الحلوة عم نشوفهم، عم تواصل معهم دايركتلي، عم نقدرهم ولو بشكل هيك بسيط على قدنا، ونقول لهم إنه نحن هالقد بنحبهم. ما في أحلى من هيك. شكرا كتير لإلك. زكريا فحام الصديق والزميل والعزيز، مساء الخير. يسعد لي مساكي ومساء القلب سي. خبرني عن مشاركتك بالزمن الجميل وشو في جديد السنة؟ أكيد أنا كعضو بلجنة الزمن الجميل السنة الثانية على التوالي بدي أقول أول شيء شكرا لدكتور هراتش إنه افتتح صيفية 2022 بهالمهرجان الرائع، وشكرا للنجوم اللي إجوا ولبوا الدعوة. لو ما عندهم ثقة بلبنان وعندهم ثقة بالدكتور هراتش ما كانوا وصلوا على لبنان اليوم. طبعا اليوم عندنا نجوم كتير كبار من الدول العربية، من سوريا ومن مصر ومن لبنان، أنت بتعرفيهم يعني، وهلا حنشوفهم على الريد كاربت. في مفاجآت كتير كبيرة بيحملها المهرجان هذه السنة. بدي أقول جود لك لكل حدا اليوم عم يتوج. ميرنا يا ميرنا. هلو هلو. I miss you. I miss you too. خبرينا أول شيء قد مبسوطة إنك موجودة هون الليلة معنا. قد لبنان، أنا عم بسأل كل ضيوفي تقريبا هيدا السؤال، لأنه عن جد نحن بحاجة للبوزيتيفيتي، نحن بحاجة للفرح. قديش يعني شمعة بتنور. ليكي خليني خبريك شغلة، أنا هيدي 5 سنة نحن بنعمل الزمن الجميل، وهيدي 5 سنة أنا بلجنة الحكم مع الدكتور هراتش، وحكينا بالموضوع انه صرنا 2 سنين موقفين وشو قولكم بنعمل ما بنعمل. بعدين فكرنا بشغله كثير مهمه، انه بالنهايه هالناس اللي عم نكرمهم ان كانوا من لبنان ولا الوطن العربي هول تراثنا، يعني هول نحن ما عم نعمل شيء هلا مودرن، وعم نعمل عم نكرم عالم عطيوا 40 و50 سنه من دمهم للدومين. فبالعكس انا بالنسبه لي هيدي مش شمعه، هيدا بروجيكتور امل، انه لا ليكو يا جماعه مع كل اللي عم نمرق فيه، في ناس ضحوا للبلد، ليش نحن ما نعمل مثلهم؟ بدنا نقول لكم يعطيكم الف عافيه وميرسي كثير لجهودكم. ميرنا انت بتمثلي لبنان افضل تمثيل، ممثله رائعه عفويه، وحتى ما بنحسك انك عم بتمثلي. ثانك يو سو ماتش لوجودك. ثانك يو كارين، وانا بدي اقول لك شغله، انه انت ما في منك على الشاشه. ألكسندر زين، مساء الخير. مساء الخير. حضرتك مهندس وانت عامل الستيج صح؟ المسرح 100%. خبرنا قديش محمس انه نعمل شيء له علاقه بالفرح، بالفن، بالجمال، بالثقافه بلبنان، وتقدر تحط بصمتك داخله. صراحه اجمل شعور عن حيالله اركيتكت لما يشوف مشروعه وافكاره منفذه والعالم كلها مبسوط عم تستمتع فيها.
بقى. والفكره كمان كثير بتشبه، يعني فكره الكونسبت تبعه كثير بيشبه الموضوع هو الزمن الجميل، لانه هو اذا ملاحظ انت ديزاين هو مستوحى من الدي ان اي. اعتبرنا الدي ان اي هو الفن يلي دائما عم يورث من جيل لجيل. فنحن اعتمدنا هيدي ستركتور الدي ان اي، خلقنا مثل بارامتريك 3 دي ستيج بقلب ستيج، وعم تعطي مثل دايمنشن لجوا. شكرا لك أليكس، يعطيك ألف عافية واستمتع بالحفلة اليوم. ماريو مساء الخير. هاي. حضرتك ابنه لسليم متري المشهور المعروف بلبنان، اسم عريق بعالم الموضة. خبرنا أول شي شو هالتياب الحلوين، ما رح أسألك من عند مين، لازم تعمل لي وحدة لإلي ولا بس للرجال؟ لا أمر عيونك، بنعمل لك بدلة لإلك لأنه صرنا ملبسين كذا حدا ستارز بدلات، ويو ار ذا موست ويلكم. هيدي تنبلش فيها. خبرنا عن اليوم، عن السهرة. السهرة اليوم أول شيء مثل العادة هو الزمن الجميل، هو قديم على جديد دايما الزمن الجميل. نحن مطورين اليوم اللبس تيبين أصلا قديم بس يكون بمنطلق جديد. بنبلش بدكتور هراتش وبالأسيستان وعدة ستارز بتشوفون تلقائيا من الاس ام تبعنا بتعرفون اصلا. قد ايه محمس لليله، قد ايه محمس للبنان انه يرجع يضوي، نرجع نلاقي هيك اشراقه، لبس، فن. نحن صناع الموضه اللبنانيه بكل تواضع. قد ايه محمس؟ اول شيء محمس للبنان دقه، بلشنا من هون. ثاني شيء طالما في عالم مثل دكتور هراتش حكيم، هو سفير الجمال وسفير الموضه وسفير نوايا الصافيه، طالما دائما لبنان واقف على اجري. الله راد. رح اتركك تستمتع بالحفل، تفضل. ست مريم شقير ابو جوده، يا حبيبه القلب، قامه بالصحافه، بترجعينا بألمك وبحكيك وبكل شيء بتقوليه لزمن كان لبنان مشرق فيه. شو بتقولي اليوم؟ بقول انه بس بدي اتمنى انه هالزمن المشرق اللي عشنا نحن فيه يعيشوا احفادنا فيه، يعيشوا بناتنا، يعيشوا اولادنا. يعني ما بقدر لوم حدا على الشيء اللي عم بيفش خلقه فيه، ومثلك ومثل بناتي ومثل كل العائله من العالم اللبنانيه، لانه مش نحن كنا هيك ولا بحياتنا كنا هيك، هلا صرنا هيك. وهلا ما بقدر اقول لك غير انه كثير مرتاحه ومبسوطه لمبدع لبناني ارمني الاصل اكثر من كل اللبنانيه. اللون الاخضر اللي لبستيه اليوم منور، هيدا علمنا واللي بضل مآمنة فيه، وارزتنا اللي بضل مآمنة فيها لاخر دقيقه بحياتي. رح ضل مآمنة بانه البلد رح يرجع احلى بكثير مما عشناه نحن. انا بدي بوسك. دكتور هرات، يعني كل الضيوف اللي مرقوا على البلاتو هون جابوا سيرتك، حكيوا عنك بكل منيح. نحن بدنا نقول لك شكرا كثير على هالسهرة الليلة، شكرا انك عم بتفكر بهالاشخاص اللي اوقات كثير في ناس بتنسيهم او بتهمشهم، وشكرا من لبنان، من بيروت، من شعب لبنان، انك حابب تفرحوا لهالشعب بالرغم من كل اللي عم بيصير. خبرنا اكثر عن هالحفل. ليكي ما فيك تقولي للبناني شكرا انك عم تكرم العالم العربي باراضي اللبنانيه. هيدا وطننا وهيدا واجباتنا. قديش حلو انه بعد كل هالازمات اللي مرقناهم، قديش حلو انه نشوف هالنجوم، اهم نجوم الوطن العربي عندهم بعد ثقه بلبنان، عم بيجوا على اراضينا وعم يتكرموا. هيدا بحد ذاته انجاز انا بعتبر بعد 3 سنين من الازمات اللي مرقناهم. ثانيا ان شاء الله يكون هاي كارين اول مهرجان لهالصيفيه. انا اشتقت لمهرجانات بعلبك وبيت الدين. وثالثا اسمحي لي كمان انا هنيكي انك دايما معنا بتقدري نجوم زمن الجميل والشيء اللي عم نعمله، فهيدا شيء كمان شرف لإلي. حبيبي، شو بتوعد المشاهدين مشاهدي LBC الليله بهالحفل؟ تعب انا بعتني مش نايم، صار لي شهرين مش عامل. اولا تعب. تقلك شو كان اصعب شيء بالنسبه للتعب؟ انه الاصعب شيء انه اختيار النجوم. مثلا نحن اليوم رح نشوف اعلاميه كبيره اللي كلنا بنحبها، الاعلاميه مريم شقير ابو جوده.
انا ما فيني اعزم مثلا عم بعطيكي ما بعرف يعني كمان اعلاميه بنفس الحجم، مثلا ما فيني اعزم سعاد قروت العشي تتكرم نفس الليله، فبدنا نعطي كل فئه حقها وكل نجمه حقها، فمشان هيك هون كان الصعوبه بالاختيار. ثانيا انا كمان حساس بنقطه معينه، يعني بتسالون مين رح يتكرم معي، فبحس اذا في حساسيات او شيء تعرفي بين النجوم. بس انا استغربت انه بنجوم المصر رح اعطيكي سكوب شوي مختلف عن غير البلدان، انه بالعكس بيفتخروا انه فلان عم يتكرم معي، مش انه لا انا رح كون النجمه هي رح تكون ورا الكواليس. فهيدا الشيء كمان فرحنا. هون كمان نقطه مهمه انه نحن لازم عن جد نتعلم كثير من هالزمن، نتعلم من مدام سميره، لان هي يوم صبح وصلت كان عندها مسرحيه، تركت المسرحيه اجت اليوم بدها تتكرم وبكره راجعه. هيدا الاحترام لبعض وللناس اللي عم يكرموك، مش انه عندي تكريم عرفتي، او مثلا قديش رح يدفعوا لي مثلا. عم بعطيك سكوبات يعني اللي فعلا عم يحصل هالايام للاسف. دكتور هراتش، نحن بدنا نقول لك ميرسي كثير على هالليله، باسمي باسم كل مشاهدي LBCI، باسم طبعا كل المكرمين والمكرمات، وباسم اللي جايين يكرموا كمان كل المكرمين. تحيه لك لجهودك وللجنه طبعا اللي عم تشتغل معك، يعطيكم الف عافيه. بنشوفك داخل الصاله نضال. ميرسي لك، وانا سمعت كمان انت كمان رح تكرمي الليله. هيك بيقولوا، هيك قال لي دكتور هراتش، بدك تساله. بس تعرفي مين ولا لا؟ لا قالوا لي، بس بركي نغيروا ما تصدق. يلا بتأمل انه تكونوا حبيتوا اطلالات النجوم. اكيد ملتقانا بعد نشرة الاخبار دايما عبر LBCI مع زميلي كارلا حداد ومع السهرة الرائعة من هلا لوقتها. الى اللقاء.